فبفضل الله عز وجل أذكركم بآيات من آيات الله عز وجل تذكرنا بلقاء الآخرة ولقاء الله عز وجل. الحق تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Men shu hozirgi soatda sizlarga Allohning oyatlaridan bir necha oyatni esinglarga solmoqchimanki, bu oyatni eslashlik Allohga ro'baro bo'lishlikni eslatadi, oxiratga borishlikni eslatadi deb sura Tohoning avvaldan o'qildilarki, mana bu oyatda insonlar Qur'oni Karimni Alloh taolo nozil qilganligini, nozil qilishligi odamlarni qiynalishligi uchun emas, sizga Qur'onni nozil qildik, baxtsiz bo'lishligingiz uchun nozil qilganimiz yo'q, sizni baxt saodatli bo'lishligingiz uchun. Bu Parvardigorni doim esda turib, shu narsalarni bilib, oxiratga ro'baro bo'lishlikni esda tutishligingiz uchun bir nozil qildik deb davomiy oyatlarni, Allohning qudratlariga dalolat qiluvchi mazmunlardagi bu oyatni o'qidilar. Mana endi bu yerdan shu ma'lum bo'ladiki, bu kishining maqsadlari vallohu alam shu bo'lsa kerakki, Qur'on bilan baxtsiz bo'lib qolmasligimiz kerak, birodarlar. Qur'onni bizga Alloh taolo baxt saodat uchun nozil qiluvdi. Ana Qur'onni agar buyruqlariga bo'ysunsak, baxt saodatli bo'lamiz. Qur'onni buyruqlarini qilmasak, bizning ustimizda hujjat barpo bo'ldida, u boshqa millatlarga o'xshagan biz islomni bilmagan millatlar emasmiz biz. Musulmonmiz, shuning uchun mana shu Qur'onni biz buyruqlariga bo'ysunishlik bilan biz baxt saodatli bo'lmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo udulloh anta udulloh. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم ارم الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لكل المسلمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alloh subhanahu va taolo mehmoni azizni ham Alloh taolo qadamlariga Alloh ajri azim bersin. Bizlarni dinimizni g'amini yeydigan kishilardan qilsin. Alloh اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم. اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا مع الصديقين والصالحين. اللهم اشرح صدورنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أنزل رحماتك وبركاتك وخيراتك على أهل هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. اللهم حببهم في بعضهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم انزع الغل من صدورهم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المؤمنين الموحدين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. رحمتك يا أرحم الراحمين. Sizlar shuni bir aytib qo'ymoqchimiz. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bu tavallud topgan kunlari ba'zi nimalarda 9-Rabiul avvalda hisoblanadi, ba'zilar 12-kun deyishadilar. Ertaga 12-Rabiul avval inshaalloh peshin namozidan keyin bir yerda bir hafla, bir jamoa to'planib shu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hayotlari, bolalik vaqtlari haqida ba'zi bir maviza bo'ladi. Bularga hammalariga shu kunni tushuntirib, ularni payg'ambarimiz tug'ilgan kunlar bilan tanishtirib o'rgatmoqligimiz kerak.
Alloh subhanahu va taolo hammamizning gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin, mehmonlarimizni Alloh qadamlariga hasanotlar bersin. Islom xizmatida yurgan kishilarning Alloh taolo ishlariga muvaffaqiyat ato qilsin.